السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا من مصر ومن برا مصر. خلينا نمسك موضوع الناس بتعديه كده بسرعة. الدين المحلي. ناس كتير بتقول طالما بنستلف بالجنيه يبقى احنا في الأمان، مفيش دولار، مفيش خطر عملة. بس الحقيقة في خطر تاني، خطر بيشتغل من جوه وبصوت واطي. الدين المحلي يعني الدولة بتستلف من جوه البلد، أغلبه بيكون عبر أذون خزانة قصيرة وأحيانا سندات أطول. المشكلة الكبيرة اسمها تدوير الدين، يعني الدين يستحق، بدل ما يتسدد من دخل حقيقي نطلع دين جديد عشان نسدد القديم، زي واحد بيسدد بطاقة ائتمان ببطاقة ائتمان تانية. طيب إمتى الموضوع يبقى فخ؟ لما الفايدة تبقى عالية، ولما الآجال تبقى قصيرة، ولما التدوير يبقى كل شوية. ساعتها الفوايد تبدأ تاكل الموازنة، ومع كل مزاد جديد بتدفع نفس الوجع من أول وجديد. وفي كمان ضربة تانية هادية، البنوك تلاقي شراء ورق الحكومة أسهل وأضمن من إنها تقرض مصنع أو مشروع أو شركة صغيرة. ده اسمه مزاحمة القطاع الخاص. الفلوس تروح للورق مش للاقتصاد الحقيقي، فتقل الوظائف، يقل الاستثمار، يقل النمو، وتقل الإيرادات في المستقبل. وبكده الدين المحلي يعمل دايرة مقفولة، فايدة عالية، تدوير كبير، اقتصاد أضعف، إيرادات أبطأ، واستلاف أكتر. خلي عينك على 3 إشارات بسيطة: اتجاه عوائد أذون الخزانة، حجم التدوير كل شهر، وقد إيه البنوك بتزود حيازتها من ورق الحكومة. ونكمل قريب، لأن الفخ ده لما يقفل بيبان في الأسعار وفي الشغل وفي الجنيه.